السلام، نتمنى تكونوا على خير وبخير، وان شاء الله يلقاكم لا فيديو بالصحه وبالسلامه. وان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد القصه ان شاء الله للعبره ماشي للفرجه. نتمنى ان شاء الله ما تنساونيش من اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا، وإلا عجبتكم القصه ان شاء الله ما تنساونيش من الجيمات، واللي عجبته القصه يحط لي كومونتيرات ان شاء الله نزيد ان شاء الله نعطيكم القصص ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد القصه ديال صاحبتي اللي تزوجت وهي باقيه صغيره، يعني ماشي صغيره ولكن المهم يعني 18 عام، راه باقيه صغيره، تزوجات ودارت وليداتها. والمشكل ماشي في العائله ديال الزوج، يعني العائله ديال الزوج لقيتهم مزيانين وطيبين والله يعمر ليهم الدار، ولكن الزوج كيبان في الاول زعما مزيان وكلشي كيتعامل معاها مزيان، ولكن ملي مشات لدارها يعني من بعد سمحوا لي تقطع لي الفيديو، قلت لكم من بعد ما مشات لدارها يعني لقات المشاكل مع الزوج ديالها. يعني الانسان ملي كتزوج ماشي في بلاصه ولد وليداتها، يعني واخا داكشي الامر ديال الله سبحانه وتعالى، تجلس واحد شويه هكا واحد عام ولا عامين تتعرف هكا على الزوج ديالها، كيفاش داير كيفاش داير الطبيعه ديالو، واش الانسان مزيان، واش متقي الله، واش جمع راسو. يعني في الاول كيبان مزيان، وفي التالي يعني في التالي خرجوا منه بزاف ديال الحوايج، يعني كيخونها يعني سميتو يعني وهي هامله راسها، يعني ولدت تبارك الله جوج وليدات، يعني هامله راسها وما مهلياش في راسها نيت، يعني غاديه غير مع دوك الوليدات باش تربيهم وتكبرهم، وغير في الشقه في الدار الشقه والوليدات يعني حتى ولات كتبان تبارك الله بحال كبيره، عندها ديك 30 عام ولا 40 عام، وهي يلا تبارك الله في عشرينات. يعني ولدت وليد وزادته بنيه من الفوق. يعني راه الوليدات راه كيحيدوا الصحه، اقسم بالله الا كيحيدوا الصحه، واخا هما راه زوينين ماشي ما زوينيش، هاد الانسان يجلس واحد عامين يرتاح شويه ويشوف الطبيعه ديال الزوج، عاد ديك الساعه الا كتب الله راه غدا الوليدات راه كيكونوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، يعني نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. يعني المرأة خصها تهلا في راسها، اولا تهلا في راسها وتاكل مزيان وترتاح مزيان وتنعس مزيان. يعني واخا كيكونوا الوليدات، يعني راه واخا يكونوا الوليدات راه ضروري خصك تهلاي في راسك، تلبسي مزيان وتقادي مزيان، حيت الراجل ملي كيشوفوك انت هامله راسك وغير وليدات والصداع ديالهم والشقه ديال الدار راه كيرجع اللور، يعني راه كيخرج وكيشوف هادشي اللي كاين دابا في برا راه ماشي شي حاجه يعني ساهل. يعني الانسان راه خص يتهلا في راسو ويتهلا في صحيحته ويلبس مزيان. الا بغيتي هاد الوقت شدي راجل حداك وشوفي واش غتشديه ولا ما غتشديش. يعني هاد الشيء راه ديال صاحبتي كتعاود ليا كتقول لي شوفي شنو وقع ليا، شوفي انا راه يعني والده وليداتي وبغيت نكبرهم وبغيت يعني نربيهم احسن تربيه، وشوفي راجل اش كيدير ليا، يعني ما مسوقش ليا، يعني كيخرج وقت ما بغا ويدخل وقت ما بغا، يعني ما مسوقش ليا، يعني شحال من حاجه. يعني هادشي البنات خصكم تهلاو في روسكم وكلوا مزيان وارتاحوا مزيان وخرجوا باش تخرجوا حتى ديك الطاقه السلبيه ديال الوليدات في الدار وداك الشقا وداكشي. يعني خصكم تخرجوا وتبدلوا الجو وتهلاو في ريوسكم وتمشيو للصالون وتمشيو تقادوا. ونتمنى اللي عجبته القصه ما ينسانيش من لايك.